ديربي القاهرة اليوم بين الأهلي والزمالك، لمن سيكون الغلبة؟ يا ترى المدربين بيفكروا في إيه؟ كولر وفريرا. في اعتقادي أنا الشخصي فيريرا هيغير تشكيلته، هيلعب بثلاثة في الدفاع، هيرجع للتشكيلة القديمة اللي هي بتاعت الموسم اللي فات. وبالنسبة لكولر، فكولر الله يكون في عونه صراحة، عنده غيابات لا حصر لها. أنا مش عارف هو هيلعب مين في الدفاع أساسا. لكن ربنا يكرم إن شاء الله، واللي يلعب إن شاء الله يأدي إن شاء الله. بالنسبة لي أنا نفسي كولر يلعب ب 4-3-3. لكن المشكلة في قصة إنه هيلعب بمين في خط النص. يعني القصة مفيش حد، حمدي فتحي مصاب والسولية مصاب، فمش عارف والله بجد. وغير خط الدفاع محمود متولي مش لاعب، ولا ياسر إبراهيم ولا محمد عبد المنعم. القصة قصة صعبة يعني صراحة. بس أتمنى إن محمد هاني ما يلعبش في الدفاع، لأن محمد هاني ما يبقاش مساك، لأن محمد هاني ما بيعرفش يلعب في الكورة العرضية، يعني بيبقى ضعيف فيها. اهم خطوره نادي الزمالك من وجهه نظري هي الكرات الثابته اللي بيرفعها زيزو على راس حسام عبد المجيد. لكن هنشوف القصه هتمشي ازاي ان شاء الله. لكن انا من وجهه نظري ان انا الشخصيه اهم ماتش للنادي الاهلي هو النهارده ان شاء الله، لان بفوز الاهلي ان شاء الله هيوسع الفرق ما بينه وبين الزمالك ل8 نقاط، والتعادل هيخلي الفرق ما بينه وبين بعض 5 نقاط. لان السنه اللي فاتت الزمالك كسب الدوري بعد التعادل مع الاهلي 2-2. لما تعادل الزمالك مع الاهلي 2-2 ما خسرش نقطه في الدوري الممتاز، وكسب الدوري بالتعادل اللي بعد التعادل مع الاهلي. فبالنسبه لي انا ان شاء الله فوز الاهلي ان شاء الله النهارده هيصدر للغريم التقليدي المشاكل. وبالنسبه لي الزمالك النهارده ان شاء الله خسر، فيريرا مرتضى هيمشيه. فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونسال الله التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.